أعلن الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي برئاسة الدكتور مجدي الباز تفاصيل إصابة الحارس عبد الله جمال التي تعرض لها خلال لقاء الإسماعيلي أمام فريق الجونة. وأكد الباز أن اللاعب أصيب بخلع في مفصل الكتف الأيمن، وسيتم عرضه على استشاري في القاهرة يوم السبت المقبل لتحديد مدى حاجته للتدخل الجراحي، ومن ثم وضع خطة العلاج وتحديد مدة الغياب التي لن تقل عن 3 أشهر كاملة. ومن جانبه حرص مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة الدكتور طارق رحمي على الاطمئنان على حالة اللاعب عبد الله جمال فور إصابته، موجها بضرورة توفير أفضل أوجه الرعاية للحارس الشاب من أجل عودته للملاعب في أسرع وقت ممكن لحاجة الفريق الشديدة إليه.